مساء الفل عليكم. برنامج ماستر سين، حلقه جديده النهارده هنتكلم فيها عن موضوع مختلف جدا. هنتكلم مع بعض النهارده عن واحد من اهم المخرجين المصريين. المخرج ده ليه افلام كتير قوي مميزه جدا، وليه افلام كمان عايشه لحد دلوقتي، والافلام دي كلها كمان معلمه جوانا لحد اللحظه اللي انا بتكلم فيها. هنتكلم مع بعض النهارده عن المخرج الراحل الكبير جدا علي عبد الخالق، واللي بيعتبر بالنسبه لي انا شخصيا واحد من اهم المخرجين اللي جم مصر، لكنه للاسف الشديد مش واخد حقه. عشان كده حبيت اعمل الحلقه دي، عشان الراجل ده يستحق قدر اكبر من التقدير والاحترام، ولازم نبقى عارفين هو عمل ايه في الصناعه وقد ايه كان ليه تاثير واضح وملحوظ. ده غير ان هو كمان بالنسبه لي واحد من احسن المخرجين اللي بيعرفوا يحكوا قصه. اشطر ستوري تيلر انا عاصرته. ما افتكرش ان في مره اتفرجت له على فيلم من افلامه كنت قاعد زهقان. وهنتكلم مع بعض اكتر واكتر عن علي عبد الخالق، بس قبل ما نتكلم مع بعض عن اي تفاصيل اوعى تنسى تشترك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان توصلك كل حاجه جديده احنا بنعملها. ولو بتشوفني على فيسبوك اشترك في البيج عشان توصلك كل حاجه جديده برضو احنا بنعملها. بقول لك ايه يا كابتن، الفيلم ده قصه ولا مناظر؟ مناظر. احلى من الشرف مفيش. اتخرج الشاب علي عبد الخالق من معهد السينما سنة 66، وكان بحكم الفترة اللي هو عايش فيها فترة جمال عبد الناصر متأثر جدا بالفكر الثوري وكمان بالسينما العالمية، والراجل حط هدف قدامه انه يكون مخرج. وفعلا بيقدر علي عبد الخالق سنة 1972 انه يقدم لنا اول فيلم ليه، كان مخرج فيلم اغنية على الممر. وقصة الفيلم ده بتتكلم عن مجموعة من الجنود كانوا معزولين عن الكتيبة بتاعتهم اثناء حرب 67، واخر معلومة جات لهم قبل انقطاع الاتصال هي الانسحاب، لكن بدون اي خطة واضحة. وبنبتدي خلال فيلم اغنية على الممر نشوف ملامح شخصية المخرج علي عبد الخالق، شاب ثوري متأثر جدا بالفترة اللي هو عايش فيها، ومش بس متأثر لا ده كمان مهموم بالقضية، والقضية اللي كان شاغلة بال المصريين كلهم في الوقت ده، يا ترى احنا هنحارب ولا لا. والفيلم ده بيحقق نجاح جماهيري كبير جدا، ده غير انه بيكسب جوائز عالمية. خد جايزة مهرجان كارلوفو فاري في دولة تشيكوسلوفاكيا، وكمان بيقدر ياخد جايزة مهرجان داكشاند السينمائي في دولة اوزبكستان. ده غير ان فيلم اغنية على الممر بيحتل المركز رقم 66 في قائمة افضل 100 فيلم مصري، اللي طبعا اتعمل سنة 96 مستندا على اراء النقاد، واللي بالمناسبه ممكن نعمل حلقه بنتكلم فيها عن افضل 100 فيلم مصري. لكن بعد كده بيتجه علي عبد الخالق لافلام تجاريه، لكنها ما لقيتش نجاح كبير جدا، لكنها حافظت على حاجه مهمه جدا وهي تواجده في السوق او تواجده على الساحه. وبعد كده بتيجي فتره الثمانينات اللي مش هكون ببالغ لو قلت ان هو كان متفرد وكان زعيم الفتره دي من الناحيه الاخراجيه. ده غير كمان انه بيقدر يقدم لنا افلام حربيه مميزه جدا، خصوصا بعد فتره 73 والنشوه والانتصار اللي كان عايشهم المصريين، زي مثلا الفيلم المتميز جدا اعدام ميت. علمك بقى انا ما سبتش حاجه ما عملتهاش. حلاوه ابو جوده، حتى الشعر. طب اعمل ايه؟ اصل ملاش حل غير كده يا ابو جوده يا تخير. رغم ان الفكره قد تبدو خياليه، لكنها اتعملت في الوقت ده بطريقه حلوه جدا. وكمان بيعمل لنا فيلم بئر الخيانه سنه 87، وفي الفيلمين دول بيناقش قضيه الجاسوسيه بطريقه مختلفه، او ممكن نقول بطريقته هو. يا نهار اسود، ده مكتب عمل اسرائيلي؟ ايه شو فيها؟ انت ليش خايف هيك؟ نحن اولاد عم. ده غير انه قفل فايل افلام الجاسوسيه والافلام الحربيه بفيلم يوم الكرامه سنه 2004. علي عبد الخالق من المخرجين اللي واعيين جدا لنظريه الريتم او فكره الريتم، يعني انت لو اتفرجت على اي فيلم من افلامه هتلاقي نفسك ما بتزهقش، بمعنى اصح ما بتملش، لان هو بيحط نفسه كتير قوي مكان المشاهد. وغير الافلام الحربيه والجاسوسيه بنلاقي ان عبد الخالق بيناقش قضايا اجتماعيه مهمه جدا، وحتى هو بيناقش القضايا الاجتماعيه بيناقشها من وجهه نظره الشخصيه. يعني ممكن تشوف الفيلم تقول لي بيحصل ده خيال علمي، لكن دي وجهه نظره وبيطرحها بطريقه حلوه جدا تخليك ما تزهقش، ومعاها طابع كوميدي، فالفيلم يحقق نجاح جماهيري وكمان نجاح على مستوى النقد. عشان كده انا بقول لكم الراجل ده عبقري، والراجل ده فعلا ملك الثمانينات. وطبعا ما فيش منتج يرفض ان هو يعمل فيلم حلو وينجح جماهيريا وينجح على مستوى النقد ويبقى عمل فيلم جميل. وطبعا دي كانت ميزه كبيره ان افلام علي عبد الخالق تبقى مغلفه بالكوميديا، لان زي ما قلنا ده هيضمن له النجاح الجماهيري. ده غير ان هو كمان بيعمل حاجه حلوه او بيناقش قضيه مهمه، زي ما عمل مثلا سنه 1980 وابتدى يناقش اول القضايا المصريه او اول القضايا المجتمعيه، خصوصا بعد الانفتاح الاقتصادي. وبيقدم لنا فيلم الحب وحده لا يكفي. ليسانس اداب وبتشتغلي؟ انا بشتغل هنا عشان ما بيعش نفسي واتجوز واحد قد ابويا. وبيجي سنة 86 يناقش معانا قضايا الإسكان، وبيقدم لنا فيلم مدافن مفروشة للإيجار. ما قدر لهم المدفن بكام؟ 50 جنيه يا سعاده الباشا. خد 20 وشيعني 30، فاهم؟ ولما حب يتكلم عن قضايا المخدرات وتفشيها وتوحشها في المجتمع المصري، وازاي تاجر المخدرات بيقدر يوصل للي هو عايزه مهما كان الثمن، عمل لنا فيلم الوحل سنة 87. انت تعبانه قوي. ازاي سياده العميد سايبك كده؟
وبرضه لما حب يستعرض مشكله الروتين والبيروقراطيه المصريه المخنقه بيعمل لنا فيلم حلو جدا اسمه 4 في مهمه رسميه. الحكايه دي لازم يتشكل لها لجنه. يعني انا حرامي ولا عرفني، اللجنه هي اللي هتقول. وانا حابب اقول لكم ان الفيلم ده لسه متفرج عليه انا واولادي الصغيرين وقد ايه هم اتبسطوا واستمتعوا بيه، ده دليل ان افلامه لسه عايشه معانا لحد دلوقتي. ما علينا، تعالوا اقول لكم كمان هو حب يناقش قضايا ايه زي قضايا سرقه الاعضاء، فعمل فيلم الحقونا سنه 87 بتاع نور الشريف. ده غير ان مع انتشار قضيه التحرش والتعرض للفتيات بيعمل لنا فيلم اغتصاب اللي ظهر سنه 89. ولما حب يتكلم عن الصراع بين العلم والجهل عمل لنا افلام مميزه جدا زي البيضه والحجر وعتبه الستات. هو دايما كان بيحاول يرصد خط اجتماعي واقعي، وده اللي خلاه قريب من الناس وخلى افلام فتره الثمانينات بالاخص الاكثر نجاحا في مسيرته. ده غير كمان اللي كان عنده اسلوب متميز جدا، دايما بيجيب حاجتين قدام بعض زي مثلا العلم والجهل، الخير والشر، الضمير والطمع، كان بيجيب الحاجتين دول قدام بعض ودايما بيلعب على نظريه الثمن، انت هتختار ايه فهتلاقي الثمن اللي انت دفعته عامل ازاي. وعلى الرغم ان علي عبد الخالق كان بيختار في وقت كبير قوي سيناريو وحوار غير منطقي، يعني لما تقعد تفكر فيه كده هتلاقيه ما ينفعش يبقى موجود في الحقيقه، لكنه كان قريب لينا وكنا بنصدقه، زي ما حصل في واحد من اشهر افلامه واكثر الافلام اللي انا بحبها لعلي عبد الخالق، فيلم الكيف. امسك كده الفيلم ده وشوف السيناريو الحوار بتاعه هتلاقيه غير منطقي بالمره. ده احنا اللي دروكنا اللباري جوه الشباري بالدهلكه. ايه بالدهلكه؟ اعمل لك ايه بقى ما انت ما بتعرفش لغه. لكن اللي كان بيحصل وقتها كان واقعي، تجاره المخدرات كانت واقعيه، الغنى والانحطاط الفني ده كان برضه واقعي وكان موجود. انا واحد من الناس اشتريت وانا صغير شريط الكيمي كيميكا. اديني في الهايف وانا احبك يا ننس. ايه بس لقيتها. هي ايه دي اللي لقيتها؟ بطلع الغنوه. انا عايز اقول لك ان الفيلم ده بالاخص كان عندي على الكمبيوتر وكان لا يمكن يعدي اسبوع غير لما اشوفه مره او مرتين. اتفرجت عليه اصحابي كلهم، اتفرجت عليه المدرسه كلها، رغم ان السيناريو كان غير واقعي لكن حواراته كانت مميزه وكانت قريبه لينا، وشفنا كويس قوي الصراع بين الفلسفه وبين الفهلوه، وبرضه شفنا النظريه اللي قلت لكم عليها، نظريه الاختيار ودفع الثمن لما كل واحد اختار طريقه ايه اللي حصل له. ده غير ان الفيلم ده فرض اسلوبه وبقينا نتكلم بنفس الطريقه، بقيت اقول لابويا الله يرحمه اديني السبيج عشان عايز اروح المدرسه حتى لو على سبيل الهزار، لكن الفيلم فرض نفسه. ومين فينا مش فاكر ستاموني وعين الشكروت والبهز باشا؟ واللي بقوله لك ده ظهر وتجلى اكتر في الثلاثيه الشهيره بتاعته او ثلاثيه الاخلاق المشهوره ليه، اللي هم فيلم العار والكيف وجري الوحوش. وطبعا من ذكاء علي عبد الخالق اتعاون في الافلام دي مع كاتب متميز جدا اسمه محمود ابو زيد، والتعاون ده هو اللي عمل الملحمه دي، وبسبب التعاون ده احنا قدرنا نشوف الملحمه المتميزه دي، وشفنا ازاي هو كان بيناقش مشكله الحلال والحرام، الصح والغلط، مين متمسك بمبادئه ومين خسر مبادئه. احنا هنا بنعطي الناس شيء غير ضار في صورة الشيء الضار اللي هم متعودين عليه، وفي نفس الوقت بنحميهم من الضرر. ده غير كمان ان من اسلوبه المتميز كنت بتلاقي صوت الضمير دايما موجود في الفيلم، اذا كان بقى في اغنيه شغاله في الباك جراوند او ايه قرانيه متعلقه على الحيطه او حتى حكمه مكتوبه في ورق الجورنان، وكل ده كان قادر يقدمه وهو محافظ على الكوميديا بتاعته، لان زي ما احنا عارفين الكوميديا دي هي الطريقه الاقرب لينا كمصريين. ده غير كمان ان هو كان بيميل انه يخلي الفيلم فيه اكتر من نجم، واللي نفسه في العسل لازم يصبر على قرص النحل، واللي ما نفسوش انا بقى ما نفسيش يصبر على عض الفقر. وطبعا المستفيد الاكبر هو انا كمشاهد، لان انا كنت بتفرج على مبارزه وملحمه تمثيليه. ولو خدت بالك هو حاول يعمل كده من اول فيلم هو عمله اغنيه على الممر، بنلاقي محمود مرسي ومحمود ياسين وصلاح السعدني، وبرده زي ما قلنا في ثلاثيه الاخلاق بتلاقي 3 نجوم كبار جدا دايما، محمود عبد العزيز، يحيى الفخراني، نور الشريف، حسين فهمي، نوره وغيرهم. وعندك مثلا اعدام ميت، يحيى الفخراني، محمود عبد العزيز، فريد شوقي، وحتى في البطوله النسائيه بتلاقي ليلى علوي وكمان بوسي. بس اللي هو كان مميز فيه اكتر انك كنت بتلاقي كل واحد من النجوم دول واخد مساحته، ما تقدرش تخرج من الفيلم تقول ان ده كان طاغي او ده اشطر من ده او ده احسن من ده، كل واحد مرسوم في دوره مظبوط. طيب لما كان بيعمل افلام ليها بطل واحد زي مثلا فيلم شادر السمك، هتلاقيه كان احسن واحد بيقدر يستغل المجاميع، اتفرج كده على التكوينات بتاعه المجاميع وحركتهم كانت حلوه قوي. طب اتفرج معايا كده على فيلم جري الوحوش والمشهد الختامي للفيلم، شوفوا ازاي استغل تفاعل جمهور الشارع مع محمود عبد العزيز وتركيزهم معاه، هم مركزين معاه عشان هو نجم، لكن هو قدر يخليه في شكل مشرد حاجه تانية، فخد التركيز ده وترجمه لنا في دماغنا احنا الموضوع تاني خالص. نفس الكلام حصل في 4 في مهمه رسميه، استغلال ذكي قوي اللي بيحصل. انت لما تبقى ماشي في الشارع تلاقي واحد صاحب حمار ومعاه قرد ومعاه معزه، هتعمل ايه؟ طبيعي غصب عنك هياخد عينيك ونظرك وتركيزك. علي عبد الخالق عمل ده وخلانا فعلا نحس بده. اتفرج على الفيلم تاني كده، شوف الناس كانت بتعمل ايه. الناس ما بتتفرجش على احمد زكي، بتتفرج على الحاله اللي هو فيها، تتفرج ازاي هو ماشي بحمار وقرد ومعزه، مش شاغلهم كاميرا ولا اضاءه ولا معدات، شاغلهم الموقف اللي هو فيه. ده غير ان علي عبد الخالق كان ليه
ليه بصمات واضحه كده دايما في الاخراج. اول بصمه واضحه ليه هي الزاويه الواسعه، كان يجيب زاويه واسعه ويجيب الممثلين وهم بيتكلموا مع بعض، دي كانت لمحه مميزه وخاصه بيه هو. ده غير كمان لمحه البروفايل، تلاقيه دايما كده بيجيب ممثل واخد بروفايل والتاني خارج من ورا البروفايل او من قدام البروفايل، برضه كانت بصمه متميزه ليه هو. ده غير كمان حركه الحوار وهم ماشيين، مش كتير بيعملوها. بتلاقي مثلا في فيلم الكيف محمود عبد العزيز ويحيى الفخراني بيتكلموا وهم ماشيين، محدش فيهم واقف. نفس الكلام اتعمل كذا مره في العار. ده غير برضه ان هو راجل بيحب يطور نفسه ويجرب كل جديد. شفنا فيلم يوم الكرامه لما كان فيه تصوير تحت الميه خد المغامره وحب يجرب. وعلي عبد الخالق كان من نوعيه المخرجين اللي بتحب تسمع راي الممثل في الدور، ما بيقفلش دماغه وبيقول انا المخرج وكلمتي هتمشي. وشفنا لقاء قبل كده لنور الشريف وهو بيتكلم لما فتح الكراسه وجاب الشخصيه بتاعت فيلم العار واقترحها على علي عبد الخالق، وعلي عبد الخالق كمخرج رحب جدا بالفكره. ده غير كمان ان هو لما حب يلعب سياسه قدم لنا فيلم حلو قوي اسمه زازا، قدر يخترع حدوته ويقنعك بيها ويخليك قاعد متفاعل معاها جدا. وبرضه فضل محافظ على ستايله واسلوبه، الكوميديا السوداء مع الايقاع والريتم المتميز. وبرضه الثمن او نتيجه الاختيار برضه موجودين في فيلم زازا. على فكره الفيلم ده مهدور حقه جدا. عمري ما كنت ظالم، والظلم ده انا ما بحبوش. يمكن انت، لكن العله في كل الشله. مشوار المخرج الكبير علي عبد الخالق بيقدم لنا تقريبا 40 فيلم و6 مسلسلات، والمسيره دي امتدت ل 40 سنه تقريبا، وقدر يسيب لنا بصمه واضحه جدا في السينما المصريه. وزي ما قلت لك افلامه لسه عايشه معانا وهتعيش معانا كمان قدام، لان انت لو اتفرجت على اي فيلم من دول دلوقتي هتلاقيه عادي شغال معانا، بيتكلم عن المشاكل اللي موجوده، مشاكل الاسكان لسه موجوده، مشاكل المخدرات لسه موجوده، كل المشاكل دي لسه عايشه. وزي ما قلت لك انا جربت عن نفسي مع اطفالي فيلم 4 في مهمه رسميه، الولاد حبوه جدا رغم ان هم 6 سنين و10 سنين، ومستنيهم بس يكبروا اكتر افرجهم على الكيف والعار. وانا دلوقتي هقول لك على 10 افلام مهمين جدا لازم تشوفهم لعلي عبد الخالق لو ما كنتش شفتهم. اول فيلم اسمه الحناكيش لفاروق الفيشاوي وكمال الشناوي. تاني فيلم معانا هو واحد من اكتر الافلام اللي بعشقها في حياتي، فيلم الكيف، اللي بصراحه بفكر اعمل عنه حلقه، لان هو اصلا عشان اتكلم عنه محتاج حلقه لوحده. الحب وحده لا يكفي، نور الشريف واداء متميز جدا لميرفت امين. شادر السمك للنجم الكبير الراحل احمد زكي ونبيل عبيد. البيضه والحجر لاحمد زكي ومعالي زايد وممدوح وافي. فيلم قوي قوي متميز قوي. 4 في مهمه رسميه، احمد زكي، نجاح الموجي، نوره. انا عايز اقول لك ان الفيلم ده على الرغم ان هو يبدو كوميدي لكنه يحمل جواه كوميديا سوداء كتير قوي. ازاي احمد زكي الشاب كان مهموم بفكره السفر لبره وعايشه معانا لحد دلوقتي. ازاي البيروقراطيه المصريه رغم ان هو موظف حكومه كانت بتطبق عليه لسه عايشه لحد دلوقتي. فيلم حلو قوي، يا ريت اللي ما شافوش فعلا يتفرج عليه. طبعا فيلم اعدام ميت، محمود عبد العزيز وفريد شوقي وبوسي ويحيى الفخراني. بالنسبه لي الاداء التمثيلي لمحمود عبد العزيز وازاي يعمل شخصيتين تعدى الاداء بتاع نيكولاس كيدج وجين ترافولتا في فيس اوف. بالمناسبه يعني علي عبد الخالق هو اللي غير ستايل محمود عبد العزيز. محمود عبد العزيز كان طالع دايما جان وامور وعيل ملزق كده، انما مع علي عبد الخالق بقى في حته ثانيه خالص. اتفرج عليه في الكيف واتفرج عليه في اعدام ميت. فيلم جري الوحوش بتاع نور الشريف ومحمود عبد العزيز، اصلا الفيلم ده عبقري وفكرته مجنونه جدا. هو بيناقش نظريه الرضا زي كتير من الافلام، لكن الطريقه نفسها مختلفه. ان ربنا موزع عليك 24 قيراط هتاخدهم بالعدل كده كده، تاخدهم بقى عيال صحه مال، وبيتكلم عن الرضا باستفاضه. انما الفكره نفسها اللي اتطبق بيها نظريه الرضا جوه الفيلم عبقريه، ومش بس عبقريه دي سابقه عصرها. شفنا الحاجات دي بعد كده في السينما العالميه. واخر فيلم هرشحه لك هو فيلم العار، فيلم متميز في كل تفاصيله، التمثيل، القصه، البنى الدرامي، الاحداث، التسلسل، التتابع، تقديم الشخصيات، اختيار الشخصيات نفسها، حقيقي من اعظم الافلام اللي اتعملت في الثمانينات. وعايز اقول لك على معلومه اخيره، ان علي عبد الخالق كل افلامه سابت معانا كده بصمه معينه، او سابت معانا جمله هتلاقيها معلمه معانا لحد دلوقتي. وهسيب لك دلوقتي حالا شويه جمل من افلام علي عبد الخالق لسه عايشه معانا لحد دلوقتي وممكن نقولها على سبيل الهزار. هسيبكم دلوقتي مع شويه الجمل دول عشان تستمتعوا بيها، بس طبعا بعد ما يخلصوا ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتشترك في القناه، ولو انت بتتفرج عليا من على الفيسبوك اعمل لايك للبيج عشان يوصلك كل حاجه احنا بنعملها، وعشان تساعدني اكبر، انا مش اكبر غير بيك انت وبدعمك انت. شكرا ليكم، يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو عجبتك قول لي شفت ايه تحت من افلام علي عبد الخالق وايه اللي ما شفتوش، ويلا بقى حالا روحوا استمتعوا باهم جمل اتقالت في افلام علي عبد الخالق من وجهه نظري انا الشخصيه. القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ القرد لسه بيتنطط ولا بطل تنطيط؟ عاش خاين ومات كافر. بحبك يا ستموني مهما الناس لموني. ملاحة والملاحة وحبيبتي ملوت الراحة. في ايه؟ انت جننت؟ ويل للعالم اذا انحرف المتعلمون وتبهيض المثقفون. حضرتك جاي تعزل ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. اتأدب. معلش يا دكتور، يظهر تعب فجأة.